يا زهراء، لعن الله ظالميك يا فاطمة. في هذه الملزمة الصغيرة الحجم الغنية بالمعلومات أريد أن أكون شيعيا ملخص من مجموعة حلقات أعرف إمامك من برنامج الخاتمة الموجود على اليوتيوب. هذه الملزمة تقدرون تحصلون عليها من تليجرام وادي العقيق، وكذلك في تليجرام هيئة المفضل بن عمر. في الحلقة 109 اللي موجودة على اليوتيوب، برنامج الخاتمة 109، حلقة 109 على اليوتيوب، في الدعاء اللي تقول فيه: الحمد لله الذي لم يجعلنا من الخلق المخترم. شنو هو الخلق المخترم؟ هم الذين يأتون إلى هذه الدنيا ويخرجون منها وما تركوا أثرا. انتبهوا يا جماعة، أنا لا أتحدث عن أثر في عالم الدنيا، قد الواحد يعمل ماكو فايدة. أنا لا أتحدث عن شيء تركوه على وجه البسيطة، على وجه هذا التراب. أنا أتحدث عن أثر تركوه في المكان الذي يتحدث عنه الأئمة، من أنه ما كان لله ينمو. هناك مكان إذا ما ترك الإنسان أثره فيه فهناك ينمو ذلك الأثر، وإلا فنحن نرى دائما أن أولياء الله ما إن يشرعوا في عمل إلا وبدأت المعاول لتهديمه وتخريبه. فأين هو النماء إذن إذا كان المراد من النماء على تراب هذه الدنيا؟ فهني شنو الأثر اللي أنا أتركه؟ أترك أثر أن أوصل العقيدة السليمة اللي هي أن أربط الشيعة بإمام زمانهم وأجعلهم يمهدون. فلذلك يقول سماحة الشيخ الغزي: هذه العقيدة التي أضعها بين أيديكم أنا لا أمازحكم هنا، وإنني أصدقكم القول. هذه أمانة في عنقي، هذه أمانة في عنقي أستشعر وطأة ثقلها. أنا أريد أن أنقلها للذين يتعهدون بتحمل هذه الأمانة، وأن يوصلوها إلى الذين يتحملونها. مو كل الشيعة راح يسمعون كلامك، مو كل الشيعة راح يلتفتون تقول لهم نزلوا الفيديو الفلاني، نزلوا الكتاب الفلاني، مو كلهم راح يلتزمون. لكن هناك ما بين كل هذا العمل، هناك ما بين 1000 واحد يشوف، 1000 واحد يطنش، 1000 واحد يهمل، يطلع لك واحد. هذا الواحد صاحب الزمان يبي، وهو يبي صاحب الزمان. ومن لزمنا لزمناه، فتكون أنت سبب في أنك وصلت. مثلما تحملها الذين سبقونا، مثلما تحملها سلمان وأويس وأبو خالد الكابولي وأبو حمزة الثمالي وجابر الجعفي والمفضل بن عمر ومحمد بن سنان وأضراب هؤلاء ممن حملوا هذه الأمانة حتى وصلت إلينا عبر كتب حديث الأئمة الأطهار صلوات الله عليهم. هذه أمانة أنا أحولها للذين أن يتحملوا هذه الأمانة. أنتم تبون تتحملون؟ ولذلك الخلق المخترم هم الذين يأتون إلى الدنيا ويخرجون منها يموتون وما تركوا أثرا فيها. ماكو فايدة في عملهم بالاسم شيعة. ولذلك أنا طبعا أتمنى، أنا قاعد أختصر، أتمنى أنكم تراجعون أنتم هذه المذكرة أو الحلقة، أن هناك نصيحة. هذه النصيحة نصيحتي من أن الذي يريد أن يتعامل بهذا المنطق، هذا المنطق اللي هو منطق الأولويات، أن تكون الأولوية إمام زمانك. تبدأ المعاول والشياطين، شياطين الإنس، عليه أن يوطن نفسه لتحمل الأذايا من أقرب الناس منه إلى أبعد الناس عنه. زوجتك، عيالك، أمك، أبوك. ولذلك كل من يكون زهرة يشتكي: أهلنا ما يخلونا نتابع القناة ويحاربونا ويطردونا وكذا وكذا. هذه تقول زوجي، وهذا يقول زوجتي، وهذا يقول
أخوي، وهذا يقول أبوي، وهذا يقول أمي، وهذا يقول عمي، وهذا يقول ريال خالتي. هذه هي النصيحة الذهبية. هل تنتفعون منها؟ هل تسخرون منها؟ هذا أمر راجع إليكم. إذا تبون تكونون من هالناحية، أول شيء ابتعدوا عن التوافه بحسب الممكن. التوافه الكثيرة اللي في حياتنا، اقعد بينك وبين نفسك وقول شنو عندي أنا من توافه. قد واحد يلي يقول لي والله أنا ما أقدر أتابع حلقة، بس حضرته عنده وقت يتابع لي 20 مسلسل أنمي. هذه توافه. توثيق الرابطة بالحسين صلوات الله وسلامه عليه. التواصل بقدر ما نستطيع مع الأدعية والزيارات، مو مثل المراجع اللي قريبين من قبور الأئمة وما يزورونهم. لعنة الله على هؤلاء المراجع الذين لا يزورون أئمتهم لأنهم نواصب 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 كما تصفهم رواية تفسير الإمام الحسن العسكري عليه السلام. لكنهم يلبسون لباس الشيعة ويطيعهم الخلق أشباه الكلاب وأشباه الحمير، وإلا لو كان لا يوجد من يطيعهم لما تجرؤوا أن يقولوا نحن سادة وأن يترأسوا. لكن لأن هناك حمير، لأن هناك كلاب تطيعهم وتدافع عنهم وترقع لعدم زياراتهم، رغم أن هذا أمر واضح. هل رأيتم كاهنا بوذيا لا يزور بوذا؟ هل رأيتم النصارى لا يزورون قبور القديسين؟ هل رأيتم اليهود وحاخاماتهم لا يزورون قبور كبار حاخاماتهم، رغم أنهم لا توجد عندهم روايات كما عندنا في فضل زيارة الحسين عليه السلام؟ لا نراهم لا في الأربعين ولا في عاشوراء ولا في عرفة ولا في رجب ولا في الشعبانية ولا في أي مناسبة، إلا أن الخلق الكلاب الذين يطيعونهم يتبعون هؤلاء ويرقعون لعدم زياراتهم. لعنة الله عليكم وعلى ترقيعكم يا كلاب. التجنب بقدر ما يطرح من ثقافة تنسب إلى أهل البيت من قبل أصحاب العمائم. لا تستمعوا إلى هؤلاء الكلاب الذين ينبحون على المنبر. لا تتداولوا محاضراتهم أو مقاطعهم. لا تفخموهم. لا تقولوا انظر إلى فلان رد على فلان وفلان رد على فلان. ما هم كلب يرد على كلب، وكلاهما على منهج خاطئ. وفي الختام توجهوا إلى الزهراء صلوات الله وسلامه ولو بسلام موجز مختصر قبل متابعة هذه الحلقات الهامة، فهذه عقيدة زهرائية خالصة. هذه الحلقات مهمة فتابعوها. أتمنى منكم الاشتراك في قناة خادمكم أحمد مصطفى يعقوب على اليوتيوب، قناة خادم الحسين للإنتاج الفني على اليوتيوب، تليجرام هيئة المفضل بن عمر. لا تنسونا من الدعاء. هذا وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.